ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. ناس كتير قوي سالتني على نظام الكورس الاونلاين، احنا عايزين نشوفه نظامه ايه على منصه رايت. فانا قررت ان انا اعمل فيديو اللي احنا نفتح الكورس مع بعض ونبدا نشوف ايه المميزات اللي موجوده، ايه اللي هيخليك توفر مثلا في الوقت، او ليه انا بقول الاونلاين دلوقتي بقى افضل من الاوفلاين بكتير، مع ان انا مش هبقى مضروره. بالعكس، الاوفلاين بيبقى فلوسه اغلى من الاونلاين، ودي معروف. تمام. احنا هنا دخلنا على المنصة، اللي هو هيظهر قدامك لو انت مشترك. عندك فرقة أولى، فرقة تانية، فرقة تالتة. هندخل مثلا على فرقة أولى. تمام. طبعا سواء حقوق عربي سواء حقوق إنجليزي. عندي فرقة أولى، في امتحان تحديد مستوى، في كورس تأسيس فرقة أولى، كورس تأسيس قانوني، في تأسيس الطلاب الملتحقين بحقوق إنجليش، تأسيس الطلاب الملتحقين بحقوق إنجليزي. خطة الدراسة هتمشي ازاي هتذاكر بشكل صحيح، يعني بحيث ان احنا برضو بنأهلك انك تبقى عارف تذاكر ازاي عشان تقدر تجمع معلومات اكتر، وتبدأ تعرف انت هتجيب تقدير. مش مسألة ان انت بتاخد كورس وخلاص، لا، انت عارف انت هتذاكر ازاي اصلا. تمام. طيب، كمان عندنا أول مادة اللي هي مادة المنظمات الدولية. على المنصة موجود الفاينل أهو، نقدر نشوفه. تمام. وهكذا لحد لما المادة كلها بتخلص. انت عندك المذكرة موجودة على المنصة بالفعل. تمام. طيب، ده لحد الآخر، لحد آخر المذكرة. كل مادة ماشية بنفس النظام. طيب، عندي الشرح مثلا، زي نختار مثلا مادة المنظمات الدولية اهي. زي ما احنا شايفينها، هيبدأ الشرح. ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. تمام. اولا بالنسبه للشرح، انتوا ممكن، هو متاح معاكم من اول الاشتراك المحاضرات القديمه والجديده لحد نهايه اخر يوم في الامتحان، تعرف تقراها او تسمعها مليون مره. مش فارقه خالص معانا في اي حاجه، انت متاح معاك في اي وقت انك تسمعها. انت عايز نت بس، ومتاح معاك اي وقت تسمعها، اي وقت عايز المعلومه تتعاد تاني. تالت حاجة، طب أنا مثلا ما فهمتش المعلومة، هل ممكن بلجأ للمحاضر أساسي؟ وكل الطلبة اللي معايا عارفين إن أنا مدخلاهم على الجروبات، وكلهم بتابعهم شبه يوميا. لو هم عايزين حاجة ببدأ أشرحها تاني بيني وبينهم شات. طيب، ده أنا بالنسبة لي مواد العربي. بالنسبة للدكتور عبد الله العطار، هو مواد الإنجليزي نفس الفكرة بالظبط. واللي مشترك معايا عارف الكلام ده. طيب، إيه تاني؟ طبعا الموضوع ان المذكرة تبقى مرفوعة على المنصة، ده حاجة ممكن تخليك انك تستغنى انك تشتري الورق اصلا. المذكرات ورقي، عايز تشتري المذكرات ورقي، موجود مذكرات رايت في مكتبة الملاح. في ناس بتحب تشترك اصلا عشان تبقى تذاكر من على المنصة فقط. هي بتحب تذاكر من على المنصة، هي خلاص خدت على كده تسمع المحاضرة تذاكر من على المنصة. دي برضو مختلفة، يعني ده موجود وده موجود. تمام. طيب، ده بالنسبة لموضوع المنصة. في الآخر إن شاء الله هينزل امتحانات وحلها بإذن الله السنة دي، وأسئلة MCQ وحلها بعد ما نخلص المنهج. تمام. تمام. أشوفكم على خير إن شاء الله، وأتمنى إن أنا أكون فدتكم في الأسئلة اللي هي بتدور في ذهنكم. أشوفكم على خير. سلام.